ولا خائف من القتل ولا قضية الموت. لكن الإمام الحسين سلام الله عليه خرج في اليوم الثامن خوفا على هتك بيت الله الحرام. هذا بيت الله ما عندهم مانع يهتكوه بالفعل. هذا يزيد 3 سنوات حكم. السنة الأولى قتل الحسين، السنة الثانية استراح المدينة في واقعة الحرة، والسنة الثالثة هجم على الكعبة الشريف. يعني هذا حكم يزيد اللعين هالثلاث سنين. فوين الشاهد اخواني؟ فيقول له الفرزدق، يقول له ما انه حافظت على بيت الله الحرام ليجعلنا الله قبرك قبلة للعالمين. وبالفعل الله جاز الامام الحسين. الناس تتوجه في يوم عرفة الى مكة، والعالم كله وين يتوجهون في يوم عرفة؟ الى الامام الحسين. قال ليجعلنا الله قبرك قبلة للعالمين. وبالفعل الله جعل قبر الحسين. وحتى ورد في الروايات شباب، ورد في الرواية وفي الدليل ان الله رواية تنقل عن الامام الباقر شباب، اسمعوا الروايات العظيمة تفيدكم، ان الله جل وعلا ينظر الى زوار الحسين في يوم عرفة قبل ان ينظر الى حجاج بيته الحرام ببركة محمد وآل محمد. نصلي سبحانه. ايش قد عظيم الحسين عند الله، لان الحسين شاهد من اجل اعلاء كلمة الحق. هذا في يوم من الايام يقولون بزمن النبي صلى الله عليه واله رجل كان يسمى دريهم. هذا دريهم كان عنده اموال وكان عنده زرع وكان عنده ماشية كثيرة. في يوم من الايام اجوا المشركين للقرية اللي هذا الرجل ساكن فيها دريهم. يقول واذا هذا الرجل ما يوم من الايام خرج قاتل، رفع له السيف، امتطى جواد. يقولون عندما جاءوا المشركين الى هذه القرية هذا الرجل امتطى جواده وقاتلهم قتال الابطال، قاتل المشركين، الى ان وصل خبره الى النبي صلى الله عليه واله. قال له يا رسول الله هذا الرجل ما قاتل في يوم من الايام ويانا في معركة، لكن شفناه في هذه المعركة حتى قتل وحتى شارف على الموت، قاتل قتال الابطال. قال عليكم ان تسألوه، روحوا لحقوا عليه قبل لا يموت في انفاسه الاخيرة. قالوا له انت كان جهادك وقتالك لله، لو كان لغير شيء. فاجا واحد قال له طلع بنيتي ما يبكيك، وهاي باب من ابواب الحوائج، انهم حضروا حوائجكم ها اخوة. يقولون ان فاطمة بكت، قال ابا يا حسين لما ابقيتني في الدار، واخذت اخواتي سكينة ورقية، واخذت حتى اخي عبد الله الرضيع. قال بنيتي فاطمة انت تبقين في المدينة بجوار جدتك ام البنين، بجوار عمك محمد. يقولوا بالفعل الامام الحسين عندما اراد ان يتحرك موكبه نحو العراق يقول واذا الموكب ودعه، لكن كأني فاطمة نادت يا محبين من خلف موكب الامام الحسين ابا يا حسين تفليح يقول وقف الامام الحسين نزل على من ظهر جواده، قبل ابنته فاطمة، قال بني فاطمة ارجعي الى الدار، اجلسي مع جدتك ام البنين مع ابنك محمد بن الحنفية. قال ذاب ابا يا حسين كيف تتركني وحيدة فريدة ابا يا حسين قد يطول الفراق فاني لا قد اراكم مرة اخرى. يقول كانت تعلم هاي العليلة، تقول له ابا اخاف هذا الوداع وداع اخير، اخاف بعد ماكو نظرة لكم ابا عبد الله. تقول له يا ابا اخواني وياكم، تقول له يا ابويا من فراش كل
كربلاء. لكن يقولون اول ما تلقت الركب عندما رجع من كربلاء الى المدينة لما جاء زينب والامام زين العابدين وقفت زينب نادت اين فاطمة العظيمة اين ابنة اخي الحسين؟ قالوا ان فاطمة مسجات مريضة على الفراش. يقول من ترك الامام الحسين الى ان جاء زينب والامام زين العابدين الى المدينة لم تخرج من الدار. قالت زينب خرجنا من المدينة بالاهل جمعا ورجعنا لا نساء ولا بنين. انا ردك ما ارد الدنيا ولا مال ولا مال. يا ابويا انا ردك تحضر منافق الحلم ولا مال ولا مال. يا ابويا تعالوا اشوف انك تروح اعمل وطيه اشوف انك تروح عنكم وين تردون بعدها مصوب هاي الدار تردون هل من ماين يا يوم تردون العب الشايخ بجاي الغابرية العب الشايخ بجاي الغابرية وزن الشوق بعيونك وجربي وحس تصيح للدنيا وجربي ضمن اللي لزم ثوبك وضمن اللي لزم ثوبك وجربي طبعا شيل جسمك بس طبعا شيل جسمك يوم من علي يوم قاضية الحاجات العدة حاجة بهذا المجلس يطلبها اليوم حزني على الحسين طويل وقلبي على زينب ولي تقول كنت فرحانة ومحضرة هدومي وشو ما حد جاي
يحيف الزمن عن بعيد بعدك يا ابويا ما يجيني النوم ابويا بعدك اول والناس كلت وين علي اول والناس كلت وين علي وبعد ولادي قال رجبي ضعف شوقي واحس النظر رجبي ضعف شوقي واحس النظر رجبي وصار الليل